ازيكم؟ اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن المعماريه العراقيه العظيمه زها حديد، عن نشأتها وحياتها ودراستها، وكمان اتكلمنا عن الطريقه اللي هي بتصمم بيها وايه الافكار اللي بتحاول دايما تقدمها في مشاريعها واللي غيرت بيها شكل العمارة. وشرحنا الكلام ده عن طريق مجموعة من أجمل المشاريع اللي عملتها في أكتر من دولة في العالم. ولو لسه ما شفتوش الحلقة دي هسيب لكم اللينك بتاعها هنا في الآي علشان تشوفوها. النهاردة بقى احنا جايين علشان نتكلم عن المشاريع بتاعتها في مصر، بس طبعا زي ما متعودين لو انت أول مرة تشوفنا ومهتم بالفن المعماري وتصميم المدن انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة، وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري. أنا أحمد علي ويلا بينا نبتدي الحكاية. زي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت ان زها حديد صممت مشاريع في دول كتير في العالم، واتكلمنا عن شوية منهم وشرحنا الافكار اللي كانت مؤمنة بيها وبتحاول تنفذها دايما. بس يا ترى في وسط كل المشاريع دي جت عند مصر وما عملتش حاجة؟ لا طبعا ما ينفعش. زها حديد صممت اكتر من مشروع في مصر وبصراحة كلهم احلى من بعض. يعني مثلا واحد من المشاريع دي هو نايل تاور، وده صممته في 2007 وكان وقتها متخطط انه يكون اطول برج في افريقيا، وكان هيتعمل في وسط البلد على الكورنيش على طول، وطبعا من خلاله نقدر نشوف منظر بانورامي للقاهرة بالكامل. ولو ركزنا شوية في التصميم بتاعه هنلاحظ الخطوط الانسيابية اللي مشهورة بيها زها حديد، وهنلاقيها موظفاها كويس جدا علشان هي اللي تكون الشكل الخارجي للبرج. ومش بس كده، ده حتى الفراغات من جوه ما تلاقيش فيها ابدا زوايا حادة، كلها خطوط ناعمة بتسلم بعض. فكرة الزوايا الحادة او الصريحة دي ما كانتش موجودة اصلا في قاموس زها حديد، وهو ده اللي كان بيميزها. بس طبعا البرج ما تنفذش بسبب الاحداث اللي حصلت في مصر في 2011. وبالمناسبة هم رجعوا تاني من فترة في 2018 اتكلموا عليه وكانوا عايزين ينفذوه، بس الموضوع وقف بسبب التكلفة العالية. حظنا وحش، بس مش مهم لان كان في مشروع تاني برضو متصمم علشان يتعمل في ارض المعارض، عارفينها اللي موجودة في مدينة نصر جنب استاد القاهرة، واللي كان بيتعمل فيها زمان معرض الكتاب. لو خدتوا بالكم من المنطقة هناك وركزتوا فيها قوي هتلاقوها متقسمة لجزئين، الجزء اللي قدام استاد القاهرة على طول الناحية التانية ودي الارض الكبيرة الواسعة اللي كان بيتعمل فيها معرض الكتاب، والجزء التاني اللي جنب الاستاد ودي اللي فيها قاعة المؤتمرات، وبرضه ساعات كان بيتعمل فيها معارض. فكرة زها حديد بقى في المشروع ده هي انها تربط الجزئين دول مع بعض يبقوا منطقة واحدة، وفعلا التصميم اللي قدمته فكرته اتبنت على كده. الجزء بتاع معرض الكتاب ده عملت فيه قاعات عرض كبيرة في الجزء الفاضي اللي على اليمين اللي انتوا شايفينه ده، وضافت كمان قاعة مؤتمرات وفندق ومول تجاري ومبنى اداري، وكمان عملت حسابها ان يكون في مترو لان ساعتها كانوا لسه بيعملوا الخط الثالث، وكان متحدد ان هيكون في محطة في المكان ده اللي هي محطة ارض المعارض اللي موجودة دلوقتي. واستفادت من الجزء الثاني من الارض اللي هو جنب قاعة المؤتمرات القديمة في انها تعمل فيه الباركينج بتاع العربيات، وربطت بينهم بكوبري مشاة. وزي طبعا ما متعودين في تصميمات زها حديد كتل انسيابية مفيش فيها اي زوايا، تحس كده ان المشروع كله حتة واحدة. والموضوع ما وقفش عند الشكل المبهر وبس، لا تصميمات زها حديد كانت اعمق من كده، بتراعي المكان اللي بتصمم فيه وطبيعة المناخ اللي موجود. علشان كده هنلاقيها اتعلمت من العمارة القديمة اللي موجودة في مصر اللي بتناسب الجو هنا وطبقت ده في المشروع بتاعها. فهنلاقيها عملت افنية داخلية بحيث توفر اضاءة طبيعية للمبنى، ما يبقاش مبنى مقفول ومعتمد كله على الإضاءة الصناعية. وعملت ده بذكاء كبير عن طريق إنها خلقت فراغات بين الكتل وبعضها، والفراغات دي هي اللي كونت الفتحات ودخلت الإضاءة. ده غير إنها غطت الفتحات المعرضة للشمس بباترن علشان تمنع أشعة الشمس المباشرة من إنها تدخل المبنى. والفكرة دي اتعلمتها من المشربية الإسلامية القديمة، بس طبعا هي قدمتها بشكل مختلف علشان يناسب التصميم بتاعها. كمان هنلاقيها اهتمت قوي باللاندسكيب ومسطحات المية علشان ترطب من الجو أكتر. كل ده هي راعته في المبنى بحيث يكون مستدام ومناسب للمكان اللي موجود فيه، مش مجرد قاعات مرصوصه جنب بعض وخلاص. وخدوا بالكم المشروع ده اتقدم في 2009 وللاسف ما كملش بسبب برضه احداث 2011، واعتقد برضه بسبب تكلفته الكبيره. بس ما فقدناش الامل وخليناها برضه تصمم لنا مشروع تاني في التجمع، وهو ستون تاورز، مبنى اداري بالكامل وفيه جزء تجاري وفندق. والمشروع ده من وجهه نظري هو افضل واحد في الثلاثه لانه قدر يدمج بين الهويه المصريه واسلوب التصميم المعتاد بتاع زها حديد. هنلاقيها درست كويس قوي الثقافه المصريه وطبيعه المناخ في مصر وازاي المعماريين زمان كانوا بيتغلبوا عليه، وفعلا قدرت توظف ده بطريقتها من اول شكل الواجهه من بره اللي خدته من شكل الرسومات المصريه القديمه. وركزوا معايا قوي في الحته دي علشان انا اتكلمت عنها كتير قبل كده بس ما وصلتش للناس. هي ما خدتش حيطه فرعونيه زي ما هي وحطتها في المبنى وقالت معلش لازم نربط المبنى بالحضاره القديمه، لا هي عارفه كويس قوي انها بتصمم في القرن ال21. هي لازم تلتزم بالهويه المصريه بس في نفس الوقت ممكن تقدمها بشكل جديد، شكل يناسب الوقت اللي احنا فيه.
فيه. مش لازم يعني تنقلها بكل تفاصيلها، لان دي حضاره انتهت ومحدش فينا دلوقتي بيعرف يقرا هيروغليفي، بس هي هتفضل جزء من الهويه المصريه ما ينفعش نغفله. علشان كده هنلاقيها صممته بحيث اي حد يشوفه من بعيد مش هيحس ان المبنى غريب عن العماره المصريه، بس في نفس الوقت مش مبنى فرعوني. فاهمين قصدي؟ حتى شكل الخطوط اللي استخدمتها في كتل المبنى كلها الخطوط الانسيابيه اللي هي متعوده عليها، هنلاقيها تجريد لراس ابو الهول لو بصينا عليها من الجنب. كمان لو ركزنا اكتر على باقي الواجهات هنلاقيها معموله كلها من الازاز، بس قربت المباني قوي علشان يرموا ظل على بعض، وبالتالي الازاز ما يبقاش معرض للشمس لفترات طويله ويرفع من حراره المبنى. وطبعا اللي خلاها تاخد قرار زي ده هو طبيعه المناخ اللي بتصمم فيه. وعلشان تحقق كفاءه اكتر هنلاقيها عملت كاسرات شمس بالعرض في المبنى. المستطيلات الصغيره اللي انتوا شايفينها بالعرض دي برضو كانها مظله صغيره المعماريين بيستخدموها بطريقه معينه وفي اماكن معينه في المباني علشان تقلل الشمس اللي بتنزل على الازاز. شايفين الجمال والاهتمام بالتفاصيل؟ والله الافكار كتير، بس احنا نركز وكفايه طوب احمر بقى. حتى الشبابيك اللي عملتها في الحوائط الخارجيه هي شبابيك صغيره جدا وعميقه بحيث تكسر الشمس قبل ما تدخل. كل دي معالجات بيئيه مهمه جدا يمكن احنا ما حسيناش بيها، بس هي موجوده، وهو ده ذكاء المعماري. ومن وجهه نظري هي دي عبقريه التصميم. كمان اتعلمت من العماره الاسلاميه فكره الافنيه اللي كانت عملتها في المشروع اللي فات، وطبقتها تاني في المبنى ده بشكل جديد ومختلف علشان تنور المبنى وتحقق فيه تهويه طبيعيه. وبجد حاولوا تركزوا قوي في شكل الفراغات من جوه، هي نفس الافنيه اللي كنا بنشوفها في البيوت الاسلاميه القديمه، بس عملتها بطريقه تحفه باسلوبها هي. معنى الكلام ده ان اساس الفكره موجود، بس تطبيقها هو اللي بيختلف من وقت للتاني، هو اللي بيتطور مع الزمن، بيتطور مع الامكانيات. يا جماعه بجد المشروع حلو قوي، بس طبعا مش محتاج اقول لكم ان برضه ما تنفذش. هو اتصمم في 2009 برضه ووقف مع المشاريع اللي وقفت ساعتها، بس هيفضل واحد من اهم التصميمات اللي عملتها زها حديد في حياتها، واللي لو كان اتنفذ فعلا كان هيبقى واحد من اهم مشاريعها. وبس كده، هم دول الثلاث مشاريع اللي زها حديد صممتهم في مصر، وللاسف الثلاثه ما تنفذوش. والله اعلم ممكن يرجعوا لهم تاني وينفذوهم زي ما قالوا على النايل تاور ولا لا. بس حقيقي اتمنى حاجه عظيمه ان يكون في بصمه للمعماريه الرائعه دي في مصر حتى ولو بعد وفاتها. وخلصت حلقتنا النهارده اللي انا بعتبرها واحده من امتع الحلقات اللي اشتغلت عليها من ساعه ما بدات. ومادام وصلت معانا لهنا يبقى يا ريت ما تنساش تعمل لايك للحلقه وتحاول تشيرها مع كل اللي تعرفهم. وطبعا لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحكايه جديده من حكايه معماري.